السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جاي لكم النهارده بروتين جديد. بقى ايه بقى نص كيلو لبن، وهعمل شاي. تمام، هحضر الفطار. انا حطيت باكيت الشاي مع معلقه سكر، اعمل شاي، ومعايا طعميتين وشويه شيبسي. هعمل الرغيف ده. طبعا بقى ايه، انا هعمل الشاي، كوبايه الشاي. ناخد بقى ايه، مغرفتين كده. افطر بقى الطعمية بتاعتي، طعميتين وشوية الشيبس دول، وارجع لحضراتكم تاني نشوف هنكمل الروتين بتاعنا ايه. رجعت لحضراتكم تاني. دلوقتي معايا بقى ايه، ربع كده من البانيه، قطعتها صغيرة كده شرايح، غسلتها بالملح تمام وبالليمون كويس جدا، وهنتبلها مع بعض وهنحطها في التلاجة شويه عشان هنعمل اكله حلوه مع بعض. اتمنى كده الفيديو يعجبك. لو عجبك الفيديو دعميني كده باللايك والاشتراك كده بالقناه. نصفيه. قطعتها شرايح كده شاورما. بقى ايه، جبنا فاكهه، خوخ كده، اسمه ايه، خوخ ومشمش. تمام، قلت بقى ايه، نغسله. بسم الله الرحمن الرحيم. نغسله بالخل بقى، نخلي بالنا من الحاجات دي عشان ايه، تتغسل بالخل. تمام، حط شوية خل، وخلاص. تمام، والمشمش. طبعا بقى معايا الفراخ بتاع ربع فراخ شاورما اللي هي البانيه. معايا طبق احط التوابل بتاعتي بقى، توم باودر، بصل باودر. احط معلقه كده من الثوم البودر والبصل باودر، تدي طعم حلو قوي. احط توابل فراخ. اتمنى كده دعمك كده باللايك والاشتراك. تمام، احط شويه فلفل اسود وشويه ملح. احط شويه كمون، طبعا الفراخ بتحب الكمون. تمام، عفوا. احط شويه كاري وكركم. ونحط شويه ايه، شويه بابريكا، وهنحط شويه ملح طبعا. اتمنى كده دعمك كده باللايك والاشتراك كده. وهنقلبها كويس جدا اهيت. وهنحط شويه من الصويا صوص. بسم الله الرحمن الرحيم. اهوت. ونحط بقى ايه، التتبيله بتاعتنا الحلوه. نحط الفريخ في التتبيله بتاعتنا الحلوه
وهنقلبه كويس جدا. جبت الفراخ اهي اتبلت عفوا، وهحطها في التلاجة وارجع لحضراتكم تاني. بعد بقى ايه ما اكلت السندوتشين هاكل كوبايه الزبادي ديت، تمام. وهنقشر البطاطس ديت وهنحطها بميه بخل، تمام، وهنقليها عادي. رجعت لحضراتكم تاني. طبعا انا قشرت البطاطس وقطعتها صوابع، اغسلها كويس جدا. اتمنى كده دعمت كده باللايك والاشتراك كده بالقناه كده القناه تفضل بتولد ان شاء الله. وايه هننقعها بميه بخل شويه. طبعا البطاطس ما تبقى في الميه ما بتسودش اهو. حطيت شويه خل، تمام، وعلى القليه على طول. طبعا يا جماعه بقى ايه حمر شويه البطاطس، تمام. معايا البقسماط عشان نحمر اسمها ايه الفراخ، تمام. بس انا حطيت لها بيضايه مع التوابل بقى والحاجات دي والصويا صوص، تمام. هعملها بالبقسماط بس. حضراتكم تاني حاطه بقى ايه في البوله دي شويه مستردة وشويه كاتشب عشان نضربهم كده بالمضرب الصغير ده عشان ده الصوص، تمام. عايزه تحطي مستردة عليهم زي ما انت عايزه. حطيت بقى ايه شويه كاتشب وشويه مايونيز بس، تمام. عايزه تحطي مستردة زي ما انت عايزه. انا في الفراخ ديت حطيت بيضايه، تمام، من بدري فيه، وهنحطها في البقسماط. بحمر بقى الفراخ بتاعتي، تمام. في عملتها بالبقسماط وهحمرها في الزيتيه. اللي معايا البطاطس، تمام. هكمل كمية وارجع. انا معايا بقى طماطم وفلفل هقطعهم مكعبات كده عشان نحطهم في البطاطس في السندوتش. حطيت الفلفل اهو قطعته والطماطم، تمام. ومعايا الصويا صوص اللي هو الصوص ده عفوا اللي عملته. يا جماعه الفراخ بتاعتي اتعملت بس هي باينه ان هي غامقه بس عشان البقسماط. دي كانت ربع فراخ من عندي بانيه بس انا قطعتها ايه زي الشاورما كده، فقلت اقليها على طول، تمام. وطلعت العيش السوري اهو، كنت حطاه لفه مطلعه من الفريزر لفه في التلاجة، تمام. وهطلع البطاطس وهنحشي السندوتشات وهنقليها بحته زبده شويه. حطيت اللي هو المفرش ده بتاع العجين دوت عشان احط عليه السندوتش، تمام. حط الصوص، حط بقى شويه من السندوتش اللي هو الايه الفراخ، طبعا هنحط جبنه موتزاريلا لسه، الموتزاريلا بتاعتنا اهي، تمام. طبعا انا هحط من الصويا صوص ده الصوص دوت عفوا. هلف بقى الفراخ ونحط معاها جنبها البطاطس كده، تمام. كده الطماطم تبقى جميلة اوي. نحط بقى ايه جبنة موتزاريلا كده، شوية من
الصوص ده. اتمنى كده دعمك كده باللايك والاشتراك كده بالقناه. هكمل السندوتشة كلها وارجع لكم. سندوتشات العيش السوري عملتها هي، هحمرها في حته زبده على الجريل، حته الزبده، وهنزل بالسندوتشات بتاعتي تمام، ومع مخلل وزي الفل. اكلها في عز الحر حلوه قوي، سندوتش بالشيء الفلاني بره، وهنقلبهم من وش لوش. وده كان الفيديو بتاعي النهارده نصه. عملت السندوتشات الحلوه اهيت تمام، والمخلل جنبها، وحطيت بيبس. اتمنى كده الفيديو يعجبك. لو عجبك الفيديو دعميني كده باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.